وفي يوم 18 ديسمبر سنة 2013 اعتزل محمد أبو تريكة أمير القلوب لعب كرة القدم. وفي البداية مين هو محمد أبو تريكة؟ اسمه الكامل محمد أبو تريكة. اتولد أبو تريكة في 7 نوفمبر سنة 1978 بقرية ناهية التابعة لمحافظة الجيزة. لقب أبو تريكة بزيدان العرب كناية عن طريقة لعبه اللي كانت بتشبه شوية طريقة لعب زين الدين زيدان. وبدأت علاقة أبو تريكة بكرة القدم وهو بيلعب مع أصحابه في قريته ناهية لحد ما نصح أحد أصدقائه إن هو يروح اختبارات نادي الترسانة، وهناك بدأت قصة أبو تريكة وهو ناشئ في نادي الترسانة. وعلشان موهبة أبو تريكة كانت متفجرة من طفولته اتصعد للفريق الأول بنادي الترسانة وهو عنده 17 سنة، وعشان يصعد بيهم لدوري الأضواء والشهرة سنة 2000 ويلعب معاهم 52 ماتش استطاع خلالها أبو تريكة إن هو يسجل 26 هدف. وعشان مسيرته المزدهرة مع الترسانة بدأت تتهافت عليه العروض ويتصارع عليه قطبين الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وعشان يختار أبو تريكة بعد كده اللعب للنادي الأهلي. وتبدأ مسيرة واحد من أحسن وأعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية الحديثة محمد أبو تريكة. ولعب أبو تريكة مع النادي الأهلي 362 ماتش، سجل خلالهم مع الأهلي 56 هدف، وفاز مع الأهلي بالعديد من البطولات اللي منها 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا و7 بطولات الدوري المصري وبطولتين كاس مصر و4 بطولات كاس السوبر الأفريقي و6 بطولات السوبر المصري. وكمان كان لاعب من ضمن اللعيبة واللي استطاعوا الفوز ببرونزية كاس عالم للأندية 2006 مع النادي الأهلي. وكمان لو كلمتكم عن ارقامه والجوائز الشخصيه اللي فاز بيها ابو تريكة الوقت مش هيسعفني ان انا اقول لكم عددها، عشان ابو تريكة يعتبر من اللاعبين العرب القليلين اللي فازوا بجائزه الBBC لافضل لاعب داخل افريقيا واللي فاز بيها في سنه 2008. ده غير انه حقق كمان جائزه احسن لاعب داخل افريقيا 4 مرات في سنه 2006 و2008 و2012 و2013، وكمان افضل لاعب في مصر 4 مرات 2004 و2005 و2007 و2008، وكمان هداف كاس العالم للانديه لما احرز مع الاهلي 3 اهداف سنه 2006. ده غير الجوائز المحليه والقاريه، غير كمان انه تم اختياره من الفيفا كافضل لاعبي كاس العالم للانديه على مر التاريخ. أبو تريكة سجل العديد من الأهداف المهمة، ولكن هدفه في الصفاقسي التونسي واحد من أحسن الأهداف اللي سجلها مع النادي الأهلي. وحلاوة الجون إنه تسجل في الدقيقة 92 في قلب ملعب رادس، واللي بالهدف النادي الأهلي استطاع بالفوز باللقب الخامس إفريقيا. ومع منتخب مصر فأبو تريكة واحد من أعظم من ارتدوا تيشيرت منتخب مصر على مر التاريخ. لعب أبو تريكة مع منتخب مصر 100 ماتش، سجل خلالهم 38 هدف، ومين فينا يقدر ينسى هدفه في مرمى الكاميرون في نهائي أفريقيا 2008، الهدف اللي من خلاله استطاعت مصر الفوز باللقب السابع والثاني على التوالي. هيجي واحد دلوقتي يقول لي طب 2010 أبو تريكة كان مصاب وما راحش المنتخب. وفي يوم 18 ديسمبر سنة 2013 اعتزل أبو تريكة أمير القلوب والماجيكو لعب كرة القدم علشان تنتهي قصة واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ محمد أبو تريكة.